45 دقيقة بتوقيت كوكس بازار. عندنا شوت كده هناخده احنا ومحمد دلوقتي، احنا كلنا عشان انتوا تتفرجوا معايا. هننزل ولسه الفطار ناقصه ساعة ونص، وكالعادة يعني الواحد بينام بيصحى بعد ما الفندق بيقفل. ما بياكلش غير وجبة في اليوم. الباستر ده صباعي اتعور امبارح، اي اتعور اتفتح مش زي بتاع مصر خالص بقى، اتلزق وعملت بيه كل حاجه ممكن تتعمل، غطسته في المايه لوحده وما فكش. دول كام دكه كده يا محمد؟ دول ناخد معانا 280 دكه. نازلين نصور في الغابه دي، الغابه دي قدامها البحر على طول. يلا بينا. Sir, انا actually sir, you come from? ايجيبت، مصر. Sorry? Misher. مشر، انت بتقول مشر. عليها مشر هنا. Okay, بالظبط. already you are Muslim. الحمد لله. For me? Yes. You think I'm Muslim? Same. You think Muslim. that I'm Muslim? Yes. Yes, for sure I'm Muslim الحمد لله. Okay, thank you so much. وانت ماشي هنا بقى بقر السنين في كوكس بازار دي اهي. ليه؟ بجد جبت خلاص. يعني معيش رونن وبحاول اجري وراه برضه، في اهتزاز في الكاميرا، بس هو ده مطلوب في المشهد يعني. بس احنا في مشهد هنا ناقصين على الشجره دي، مش قادر، ان شاء الله هنعمله. مش شغل يعني. مش بتاع جري اصلا. محمد ما كنتش بتعدي ببطء ده يا محمد. انت فيصت ولا ايه؟ احنا لسه يا ابني، هو ده الفيلم ميكنج يا ابني، احنا لسه عملنا حاجه. على فكره يا جماعه، الناس اللي بيتضايقوا من الممثلين بياخدوا ملايين واجور والكلام ده، الناس دي على فكره تستحق اكتر من كده بكتير. الكلمه اللي بيقولها اول واحد بيجرب يمثل في حياته. ده انا عملت له يعني، عدت له المشهد 3 مرات بس قال لي لا مش قادر. كنت دايما انا نفسي اسافر، كان دايما نفسي ان انا اعمل شوتينج كده كويس. هو طبعا لسه طموحي يعني ان شاء الله في الاعلى، ضمن الالتزام بالقواعد والمبادئ بتاعت الواحد يعني، عشان الواحد الدنيا كل ما بتعلى بتبتدي تغر. كنت دايما اي حد يقول لي اعمل ايه ومش عارف ايه، وانا مش عارف اعمل ايه، كنت بقول له بص المهم تدوس وكمل وان شاء الله ربنا يكرمك. ولما بتدوس وبتكمل بتلاقي فاهم ان كل الخطوات اللي انت كنت حاسبها ليك ما جاتش زي ما انت عايز، وان كرم ربنا سبحانه وتعالى بيحطم اي منطق. يعني ان هو واحد يقول لك انت هتبقى ماشي في التراك ده وده مهما عمل مش هيوصل، ده هو ما عندوش السكيلز، ده هو مش عارف ما عندوش ايه، تلاقي كرم ربنا سبحانه وتعالى بيخترق كل الاسباب دي. يا محمد ده احنا لسه ما عملناش حاجه يا محمد، بعدين ده احنا جايبك على البحر وفي بنجلاديش، اعمل لك ايه تاني طيب؟ تخلي الواحد مش طايق نفسه. هو درجه الرطوبه يا جماعه، انتوا مش حاسين بدرجه الرطوبه يعني، الهواء اللي بيخبط فيك هو دلوقتي حلو عشان ما بقاش يعني بكدب وبحور، بس كمان شويه على الظهر كده بتبقى عارف لما بتفتح الفرن لصينيه البطاطس اللي هي الجميله دي وشك بيتحرق. اصلا الجو اللي احنا فيه دلوقتي ده مش جو بحر اي حته في الدنيا يعني. انت لو الساعه 6 الصبح في اسكندريه في عز شهر 8 مش هتحس بالجو اللي احنا حاسين بيه ده دلوقتي على محيط. صح. الرطوبه هنا بتوصل ل 100%. فاحنا هنخترق، بنتنفس ميه اصلا مش بنتنفس هوا. هنخترق الغابه نروح نفطر ان شاء الله. الناس بتوع كوكس بازار دول ناس طيبين قوي يا خال والله. السلام عليكم بحرقه كده اهو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله حفيظ. الله حفيظ. تبتدي بقى تنسجم وتحور بالثقافه بتاعتهم. المفروض ان دي موزه يعني. ماشي.
مفيش وقت يعني المخيم الجديد بسرعة جدا. خمسة جنيه 4 جنيه ونص حاجه زي 4 جنيه ونص. طب حلوين جدا يعني كأني في فيصل بالظبط. 80 تنجه بس معفيه من طرف. احنا وصلنا المخيم ما شاء الله. بينفضوا لي الهدوم. اخليهم يقولوا حاجة طيب ولا ما اخليهمش يقولوا حاجة؟ باي 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 باي. عبد الله نو 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 عبد الله عبد الله. خليهم يقولوا وسية كده. لا لا وسيد صعب عليك. وسية اهو يا لا صح. عبد الله. لا عبد الله. عبد الله وسية ما شاء الله. الله هم فرحانين طبعا عشان الحاجات جت، وهنبتدي بقى نصور الكامب ان شاء الله. في الكارت والله. ناس كتير جدا، بس المخيم ده منظم اكتر بكتير قوي من المخيم اللي فات من الجيش. هنا البنجالي مظبط قوي النظام وحاططهم في خيم. يا ابن اللذينه بينكشوني قوي. مصور هندي جاي برضو يوثق وياخد صور اكيد لجريده معينه او حاجه، مش بفهم هندي والله. Thank you. Thank you. Your name? الناس هنا اول ما بتشوفك بتقول السلام عليكم. انا اول مره احس يعني اول مره احس بكلمه السلام دي. السلام عليكم، السلام يعني هم انت بالنسبه لهم مش خطر خالص ولا اي تهديد. معظمنا بيفرح بنجاح ناس تانية بشكل مبالغ فيه جدا، وبشكل ما بيحس ان النجاح ده ولو الوهلة بتاعه ده بسبب ان انت ما حققتش النجاح ده في الحاجة اللي انت بتحبها. الموضوع كله وجودك في المكان اللي انت فيه دلوقتي كله بشكل كبير جدا متوقف عليك. انت كل اللي عليك ان انت بتدعي تقول يا رب انا بعمل. يعني انا هنا، انا مش بقول كده عشان اقول ان انا هنا، بس انتوا كلكم عشتوا معايا التجربه وكان نفسي طول عمري وطول حياتي وانا بسمع عن نصرة المستضعفين كان نفسي اساعدهم بشكل ملموس. وحتى لو كانت المساعده بتاعتي دي هي مجرد تصوير عشان ارفع الواقع ده ليكوا وتشوفوه دلوقتي وتدعوا لهم. الخوف عملة بوشين. وانت اللي بتختار، يا اما يجبرك تفضل تهرب وتجري، يا اما تعرفه طول نفس املك. تروح بيه لمكان جديد، مكان فيه عيون مش فهماك، عيون بتفحصك. من بره شايفين معاناة الطريق عليك، بس جواك أمل بيعلمهم يعني إيه انتصار.
الخوف دايما جوانا، بس مين اللي عايش مهزوم بيه ومين اللي قادر يسيطر عليه؟ والله هو تقول هذا والله غير صفر. انا حطها نقلت الفوتج على الجهاز والعشاء أذنت. طبعا يعني الواحد لما اليوم هنا بيبدأ يوم من الفجر وبنرجع زي دلوقتي كده العشاء، والنوم بيبقى ممتع. انا بقالي كتير قوي ما حسيتش بطعم النوم ده، لانه بيبقى بعد مجهود كبير قوي وطويل. في حاجة قالها الراجل معانا في المخيم، قال في ابن الميدان وابن الكلام. في واحد بيتكلم بس وفي واحد بيشتغل قوي. وقال حاجة يعني كانت في نفس الموضوع اللي انا بتكلم فيه. بيقول هو سافر طبعا بلاد كتير جدا في العمل الاغاثي، بيقول ان انا كل السنين دي وكل البلاد اللي انا سافرتها دي صفر، في خانة الصفر، وما توفيقي الا بالله. انا ولا شيء، وانا ما عملتش حاجة، وانا مش مع اللي انجزوا يعني اي حاجة في حياتهم. فتخيلوا الراجل ده وبالمجهود ده وعنده 70 سنة وبيقول كده ان هو ما انجزش حاجة في حياته. انا دلوقتي تقريبا يعني هاكل وانام وقابلكم في فلوج تاني ان شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله عليهم، يعني بيلقطوا بسرعة جدا. عبد الله وسية مش عارف تعرفوا تقولوا دي بقى ولا لا. حاسس ان انا بستغلكم. فلوجر الشارع